لكن اللي حصل الليلة اللي بعدها كان بداية الكابوس. نفس التوقيت تقريبا رحمة كانت نايمة ونوح قاعد بيشتغل، وفجأة التليفون رن تاني. المرة دي راح على طول على أوضة التخزين، شال السماعة وقال: قبل ما نبدأ القصة حابة أشكر أبطالنا اللي عندهم قوة ملاحظة وقدروا يعرفوا إجابة الحلقة اللي فاتت، وبقولك من قلبي برافو عليك يا رحمة محمد حافظ، انتي بطلة حلقتنا النهاردة والقصة باسمك. يلا يا أصدقائي ركزوا كويس في قصة النهاردة وما تنسوش تكتبوا اسمكم مع الإجابة، واللي هيعرفها هيكون بطل قصتنا الجاية. بحبكم جدا، يلا بينا نبدأ القصة. الناس دايما بيقولوا إن الأرواح حوالينا طول الوقت، بس إحنا مش بنشوفهم. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو روح من الأرواح دي دخلت حياتك عن طريق حاجة بسيطة زي جهاز أو حتى تليفون؟ ده اللي حصل بالظبط. نوح ورحمة من أول لحظة حياتهم اتبدلت في يوم وليلة. كانوا متجوزين بقالهم 6 سنين ولسه ناقلين في شقة جديدة كانت موجودة في الدور العاشر في عمارة حديثة. كانوا ناويين يعيشوا حياة بسيطة وهادية ويبدأوا صفحة جديدة. فرشوا بيتهم وتعرفوا على ناس في العمارة وكل حاجة كانت ماشية تمام. نوح كان بيشتغل في مجال التكنولوجيا وبيسهر كتير علشان يخلص شغله. أما رحمة فكانت مصممة جرافيك شغالة من البيت وبتنام بدري. وفي يوم من الأيام نوح كان قاعد في أوضة المكتب، كان بيشتغل على اللابتوب. الشقة كانت ساكتة خالص، وفجأة سمع صوت تليفون بيرن. استغرب جدا وبص على موبايله، ما لقاش أي حاجة، وبص برضو على موبايل مراته، برضو ما كانش فيه حاجة، حتى اللابتوب كان ساكت. بس صوت الرنة كان لسه شغال. ابتدى يدور على مصدر الصوت واكتشف انه جاي من أوضة التخزين، الأوضة اللي لسه فيها شوية حاجات قديمة كانت موجودة من السكان اللي كانوا قبليهم. أجهزة إلكترونية بايظة، صناديق عليها تراب، حاجات كانت مهملة. دخل يدور، لقى حاجة غريبة جدا. تليفون أرضي قديم كان مرمي تحت شوية كتب، والأغرب التليفون كان مش موصل بأي سلك، لا كهرباء ولا تليفون، ومع كده كان عمال بيرن. بص على الشاشة لقى مكتوب كل الأرقام بالزيرو. اتوتر شوية بس قال يمكن لعبة قديمة أو جهاز خربان. ركنه على جنب ورجع يكمل شغله ونسي الموضوع خالص. لكن اللي حصل الليلة اللي بعدها كان بداية الكابوس. نفس التوقيت تقريبا رحمة كانت نايمة ونوح قاعد بيشتغل، وفجأة التليفون رن تاني. المرة دي راح على طول على أوضة التخزين، شال السماعة وقال: الو الو. ما كانش فيه أي رد. سكت شوية وبعدين سمع صوت لأنفاس تقيلة، كأن في راجل عجوز كان بيتنفس على الخط التاني. بدأ يسأله مرة تانية: مين معايا؟ ما كانش فيه صوت، بس بدل الرد سمع صوت خطوات كانت بتقرب عليه. وقبل ما يلحق يستوعب بدأ يسمع نفس صوت الخطوات جاي من ناحية الريسبشن جوه الشقة. فتح باب الأوضة بهدوء وبص، لكن ما لقاش أي حاجة، بس الصوت لسه شغال ومعاه كمان نفس الصوت النفس الغريب. خاف جدا ورجع بسرعة على السرير. ويومها حاول انه ينام، بس الأصوات فضلت طول الليل في دماغه. تاني يوم رحمة صحيت ولقيته قاعد على السرير، كان وشه شاحب والهالات السودة تحت عينيه. حكى لها على كل اللي حصل معاه. وقتها هي اتصدمت، بس قالت له: يمكن انت تعبان شوية او مرهق او بتتوهم. قاموا وفتشوا الشقة كلها لكن ما كانش فيه اي حاجة غريبة. نوح بعدها هدي شوية بس كان لسه جواه قلق مش طبيعي. الليلة اللي بعدها نوح نام بدري
لكن حوالي الساعة 2 الفجر رحمة صحيت على صوت صريخ. جريت على أوضة التخزين ولقيت نوح واقف، كان بيترعش ووشه كله مصفر. كان بيقول: التليفون التليفون رن تاني. أنا شفت الراجل العجوز كان واقف قدامي، والله كان واقف قدامي. في اللحظة دي رحمة خدته من ايديه ورجعته الأوضة وشربته مية واداته حباية منومة. وبعد ما نام هي فضلت قاعدة جنبه، كانت خايفة ومش عارفة تنام، وقررت انها الليلة اللي بعدها هتفضل صحياله وتشوفه بنفسها. وفعلا الساعة 2 نوح صحي فجأة، كان باصص ناحية أوضة التخزين ووشه كله كان متغير. مسك المخدة وسد ودانه كأنه بيحاول يمنع صوت كان عمال يصرخ في ودانه. جسمه كان بيترعش وفجأة جري ناحية الأوضة. رحمة جريت وراه ولقيته بيكسر التليفون في الحيطة مرة ورا التانية لحد ما بقى قطع صغيرة. بعد كده خد التليفون وطلع على البلكونة ورماه من فوق. بصلها بعدها وقال: مش هيقدر يزعجنا تاني. وابتسم ورجع ينام كأن مفيش حاجة حصلت. رحمة كانت واقفة مذهولة، بس فضلت تدعي إن اللي حصل ده يكون خلص خلاص. لكن الهدوء مدامش كتير. الصبح رحمة صحيت ولقت نوح واقف في ركن الأوضة وبيقول لنفسه: ابعد عني ابعد عني، ما تقربليش. ولما شافها وشه اتقلب وصرخ صرخة عالية وقال بعدها: رجع تاني، الراجل العجوز رجع تاني وهيقتلني. في اللحظة دي رحمة جريت عليه علشان تمنعه من انه يقرب للبلكونة، لكن قبل ما توصله كان اتزحلق ووقع من فوق ومات في نفس اللحظة. رحمة وقفت متجمدة من الصدمة، الدنيا كلها وقفت في لحظة. بس قبل ما تلحق انها تنطق بأي كلمة سمعت صوت التليفون كان بيرن. الصوت كان جاي من نفس أوضة التخزين. رجليها كانت بتترعش، مشيت ناحيته، فتحت الباب ولقت التليفون، نفس التليفون اللي نوح كسره 60 حتة ورماه بإيده من البلكونة. كان مرمي على الأرض قدامها وشكله جديد كأنه ما فيهوش أي خدوش. لسه كان عمال بيرن. قلبها كان هيقف. مدت إيديها وشالت السماعة. في الأول كان في صمت، وبعدين صوت نفس تقيل وبطيء. مين؟ مش ممكن، نوح. لو وصلتوا معايا لحد هنا تبقى انتوا من الأبطال. ودلوقتي عايزة أسألكم سؤال: ايه الحاجة الغريبة اللي لاحظها نوح أول ما دخل أوضته وخلته يحس إن في حاجة مش طبيعية؟ هستنى أشوف إجاباتكم في التعليقات، واللي هلاقيه كتب أول واحد هاخد اسمه وهيبقى بطل من أبطال القصة اللي جاية. يلا، اللي هيعرف الإجابة يكتب اسمه جنبها. أشوفكم في قصة جديدة. بحبكم جدا. سلام.